يمكن انت زي بالظبط طالب تشتغل شغلانه ملهاش علاقه بالبرمجه، نفسك تخش مجال البرمجه، بس للاسف بتحس ان هو عالم تاني بعيد عن العالم بتاعنا ومش بتفهم منه اي حاجه. باذن الله بعد الفيديو ده كل تفكيرك هيتغير، ومفتاح عالم البرمجه ده هيكون كله في ايديك انت. السلام عليكم ورحمة الله. أنا عبد الرحمن ضياء، أنا طالب جرافيك ديزاينر، مجالي بعيد عن البرمجة خالص. من 3 سنين حبيت الذكاء الاصطناعي وحسيت إن هو ده هيكون المستقبل. الناس كلها بتقول إن المستقبل في البرمجة والذكاء الاصطناعي، فساعتها حسيت إن أنا لازم أدخل المجال ده. بدأت رحلة ملخبطة شويتين علشان أوصل للمجال ده. القناة دي مش مجرد شوية فيديوهات عن البرمجة، دي مساحتنا كلنا، المساحة اللي هنكتشف فيها إزاي نبني مستقبلنا بنفسنا. هنتكلم فيها عن كل حاجة، والأهم من ده هنمسك في أقوى أداة ممكن تغير حياتنا كلنا، وهي البرمجة. البرمجة هي مش قوانين أو طريقة حفظ، هي دي الطريقة اللي بتخليك تتوصل ما بينك وما بين الكمبيوتر علشان تتحكم في الكمبيوتر وتأمره أوامر هو يفهمها. وعلشان كل الكلام ده يبقى ليه معنى لازم نبدأ صح، ودي أول خطوة لينا هتكون في القناة هنا، وهي بايثون. هنبدأ بايثون بالكامل في القناة هنا. أنا فاهم كويس إن كلمة برمجة ممكن تخوفك، وفاهم إنك ممكن تحس بإحباط وتوه في النص. أنا نفسي جربت كل دوت ومريت بيه لما بكون بتعلم حاجة جديدة لحد النهاردة. عايز أقول لك حاجة، هيجي عليك أوقات هتحس إن أنت تايه ومحبط، بس نصيحة مني ارجع خطوة لورا وحاول تاني. مفيش حاجة اسمها فشل هنا، في حاجة اسمها محاولات لحد ما تفهم. احنا هنا بنبني الأساس بتاعنا طوبة طوبة ومن غير استعجال، علشان لما يخلص معايا السلسلة دي ما تكونش مجرد حد خلص كورس بايثون، تكون واحد بيعرف يفكر زي المبرمجين وتحل المشاكل اللي قدامك وتقدر تبني أي برنامج. الكورس مش محتاج أي متطلبات، مش محتاج تكون عبقري في الرياضة أو شاطر في الإنجليزي، محتاج بس إن أنت يبقى عندك شغف وعندك وقت فاضي وتركز في مستقبلك شوية. أنا متحمس جدا للرحلة دي، ما تتخيلوش قد ايه والله انا مبسوط فعلا. الفتره اللي جايه هتكون تحدي بالنسبه لنا كلنا، فلو انت شخص طموح وعندك حلم كبير ومستعد تبني مستقبلك بايدك، فانت اكيد في المكان الصح. اعمل لايك، سبسكرايب، فعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في الفيديو الجاي.